فراس شبك ما عم تفهم علي يعني صاير؟ قعدتك بالشام تحت الضرب واللبش سويت معك سوء امتصاص مثلا؟ لا ما عملت معي سوء امتصاص، بس يعني قعدتك الطويلة بين دبي وبيروت خلتك تنسى شو عم يصير بسوريا. لك يا اخي ما نسيت بعرف القصة مو سهلة صعبة، وخاصة إذا بدك تنقل هلا حمل بسوريا يعني من اللاذقية للدير صعبة. هلا مو بس صعبة، إذا بدك الشغلة صارت شبه مستحيلة. مع هيك بدك تبعت الشحنة، عم تفهم؟ بدك تبعت الشحنة. أنا مالي مستعد تك مصاري كل يوم عليها وهي واقفة بالمرفأ. يعني تروح عليك البضاعة مثلا أحسن؟ لك ما بتروح لا تخاف. اسمع لك فراس، أنا اسمع لها القصة رح يجينا تليفون من يلي حاجزين البضاعة سواء نظامي ولا حر، حنتفاوض معهم حنعرف شو ديتها وحيبعتوا. لو الحمل معدات وأجهزة أستاذ كان فيها وما فيها، بس هي بطاقة تموينية، يعني رز وسكر وسمنة وشغلات تعلق معيشة الناس، اللي بيحجزها ما بيرجع لك إياها. لك أخي هدول مصرياتك ولا مصرياتي؟ مالي ولا مالك وأنا حر فيه؟ اسمع بالمختصر، بتعطيه للزلمة اللي عم يسوق رقم تليفوني، إذا صار معه شي بحاكيني وخلصنا، نية للقصة. أي مثل ما بدها. يلا تيسر على الشام، وينك فراس؟ بكره الصبح بدي اياك تستخدم تليفون تقول لي القافله مشيت، ماشي؟ ماشي أستاذ. يلا الله يعطيك العافيه. ما في شيء هيك دفعة نتحرك فيه؟ اتصل على الشام بتلاقي المصاري سابقينك. بس الشباب باجوا على الأخيرة. هلا لا يقعدوا يزمروا الشباب علينا، شباب لك فراس، ثلاث ارباع شركات البلد سكرت، يعني يبوسوا ايدهم وشو قفا انه لسه عم ندفع لهم رواتبهم نحن، معي ولا ضدي انت؟ معك. خلص يلا دبرهم للشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. خاطرك. الله معك.